راجع بخفي حنين. حنين ده بقى راجل بارع وشاطر جدا في صناعة الأحذية، وكان عنده محل الناس كانت بتحلف وتتحالف بشطارته في المحل ده. عدى عليه راجل كان عاجبه حذاء عنده جدا، بس السعر ما كانش مناسب بالنسبة له. راح قال لحنين انا السعر ده ما يعجبنيش. حنين فضل معاه يماطل في السعر لغايه ما وصلوا لسعر مرضي للطرفين، ولكن الراجل في الاخر اخد بعضه ومشي. يعني ساب حنين كده بعصبيته ومتعصب لان انا رضيتك بالسعر وانت في الاخر ما اشتريتش. حنين فكر في فكرة عظيمة جدا، راقب الراجل وعرف ان هو ماشي من اي طريق، وراح حاطط حذاء على اول الطريق، وبعدها بكام متر كده راح حاطط الحذاء التاني. فضل الراجل ماشي في طريقه، وفي الطريق قابل اول فردة للحذاء. قال ايه ده الحذاء ده شبه الحذاء اللي بيصنعه حنين، ده حاجة جميلة خالص، بس يا خسارة لو الاقي الفردة التانية كده تبقى كملت فرحتي. وساب الفردة الاولانية ومشي، وبعدها بكام متر شاف الفردة التانية. قال الله ده انا لقيت الفردة التانية للحذاء، طيب اما ارجع اجيب الفردة الاولانية بقى. وساب الحمار بتاعه في نفس المكان ورجع عشان يجيب الفردة الاولانية للحذاء. في الوقت ده فكر بقى حنين في فكرة وراح واخد الحمار بتاعه. ولما رجع الراجل لأسرته قالوا له انت رجعت لنا بايه ولا جبت لنا معاك ايه؟ قال لهم انا راجع بخفي حنين. ومن هنا كان فكرة مثلنا راجع بخفي حنين.